ما تعرفش يعني ايه صناديق اسهم ولا يهمك، لان دي الحلقه الخامسه من سلسله كل يوم كلمه جديده في رمضان الساعه 12 بالليل عشان ما حدش فاضي الصبح. وكلمه النهارده هي صناديق الاسهم او الايكويتي فند او الستوك فند. وده صندوق عامل شبه صندوق البيض وبيبقى جواه اسهم لشركات مختلفه، فبدل ما بتشتري سهم واحد انت بتشتري الصندوق كله والفلوس بتتوزع على الاسهم كلها او على الشركات اللي جوه الصندوق ده كلها. وده من مميزاته ان خطورته اقل نسبيا من اسهم الفرديه او ان انت تشتري سهم لوحده. فبدل ما انت هتشتري سهم واحد انت بتشتري مثلا في حوالي 33 سهم، فالخطوره بتتوزع على ال 33 سهم. في نفس الوقت انت مش محتاج يبقى عندك خبره كبيره في الاستثمار في الاسهم، لانك انت كل اللي انت محتاجه ان انت تعرف اسم الصندوق وتروح تشتري فيه كل شهر او كل فتره. ومثال هنا عندنا في مصر زي صندوق اي جي اكس 33، وده صندوق فيه احسن 33 شركه مطابقين للشريعه الاسلاميه. وده اللي بنصح الناس دايما انها تبدا فيه حياتها في الاستثمار، او انها تبدا انها تحوش ازاي جواه، بدل ما تروح تشتري سهم واحد خطورته اعلى بكتير من ان انت تشتري 33 سهم. على الله بقى ما تكونش عرفت يعني ايه صناديق اسهم. واكتب لي في الكومنتات المصطلحات اللي انت عايز تعرفها الفيديوهات الجايه، لان بكره في حلقه جديده من سلسله كل يوم كلمه جديده في رمضان الساعه 12 بالليل عشان ما حدش فاضي الصبح. يا سوق.